السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ماس إكسبريس. هنبدأ إن شاء الله النهاردة مع ريف 1 في ليسون 3. هنتكلم عن السكوير روت والكيبر روتس. تمام، تعالوا نتعرف على السكوير روت الأول. معنى كلمة سكوير روت يعني لازم يكون نمبر باي اتسيلف. خلاص، عشان نقدر نشتغل بالروت. الروت بالمناسبة هو السيمبل ده موجود عندنا على الكالكليترز. طب الكيبر روت هنلاقيه نفس السيمبل بس باور 3. ايه الفرق؟ الفرق ان السكوير روت يعني السكوير روت ده باور 2، بس في السكوير روت احنا مش بنكتب باور 2. تمام، انما في الكيوبيك روت اجباري لازم نكتب باور 3. يبقى الفرق ما بين السكوير روت والكيوبيك روت ان هنا ده باور 2 وده باور 3. طيب تعال نشوف بقى اكتر ونخش في التفاصيل اكتر. بيقول لي the product of number multiply by itself is square of that number. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم السكوير روت يكون نمبر باي itself. For example 1 multiply 1 equal 1. يبقى ال 1 ده لما اجي اجيب له السكوير روت، سكوير روت 1، لازم اتشيك على النمبر ده الاول اللي هو ليه نمبر باي itself. ففاكتور ال 1 هي 1 multiply 1، يبقى الانسر 1 واحده بس. طيب تعالى تاني كده، احنا قلنا ايه؟ نمبر باي itself يعني 2 times 2، ف 2 times 2 equal 4. يبقى لما اجي اقول لك سكوير روت 4 لازم تجيب فاكتور ال 4. ايه هي فاكتور ال 4؟ 2 باي 2، فتكتب 1 2. يبقى السكوير روت 4 2. طيب تاني 3 تايمز 3 ايكوال 9. يبقى هنا اقدر اجيب سكوير روت 9. فسكوير روت 9 معناها ايه؟ معناها ان انا لازم اجيب فاكتور ال 9 اللي هي 3 ملتبلاي 3 واخد 1 3. ها مور اكسرسايز 4 باي 4 ايكوال 16. يبقى سكوير روت 16، يبقى فاكتور 16 4 باي 4، يبقى اخد 4 1. ونمشي على نفس السيكونس ده. يعني لما اجي اقول لك سكوير روت 25، يعني ايه سكوير روت 25؟ يعني لازم اجيب فاكتور 25 اللي هي ايه؟ 5 ملتبلاي 5، اكتب 5. لما اجي اقول لك سكوير روت 64، يعني ايه سكوير روت 64؟ يعني نمبر باي اتسيلف اللي هو ايه؟ اللي هو 8 باي 8، تكتب 1 8. فاهم يا شباب؟ يبقى هنا السكوير روت معناه نمبر ملتبلاي اتسيلف. تمام. طب لما اجي اقول لك سكوير روت 27 فور اكزامبل مثلا، ايه هو السكوير روت ل 27؟ هي ال 27 دي هي 3 تايمز 9 و 1 باي 27. هنا في نمبر باي اتسيلف؟ لا، يبقى دي بنقول عليها not perfect square. دي ملهاش اجابه في السكوير روت، لان الكونديشن بتاع السكوير روت لازم يكون نمبر باي اتسيلف. تمام. طيب تعالى نتعرف على الكيوبيك روتس. قلنا الكيوبيك روتس لازم يكون الباور بتاع الروت باور 3. فتعالى نقرا كده. بيقول لي the product of number multiply by itself 3 times. وركز في 3 times. هنا كان 2 times، انما هنا في الكيوبيك روت 3 تايمز، يعني 1 تايمز 1 تايمز 1 ايكوال 1. يبقى لما اجي اقول لك الكيوبيك روت، ولازم تكتب ال 3، كيوبيك روت 1 ايكوال 1. هنا هتبقى 2 تايمز 2 تايمز 2 ايكوال 8. فلما اجي اقول لك كيوبيك روت 8، يبقى لازم تجيب فاكتور ال 8 نمبر ملتبلاي 3 تايمز، فتطلع 2. ها زي ايه تاني؟ 3 تايمز 3 تايمز 3 ايكوال 27. يبقى الكيوبيك روت لل 27 هيكون فاكتور ال 27. مش هنقول بقى 3 باي 9 زي ما احنا كنا بنقول من شويه. ليه؟ لانه لازم يكون نمبر ملتبلاي 3 تايمز اتسيلف، اللي هي 3 باي 3 باي 3 ايكوال 3. هنلاقي ان في جاب كبير جدا في الكيوبيك روت، يعني الارقام بتاعته كبيره جدا. يعني مثلا لما اجي اقول لك كيوبيك روت مثلا افتر 64، الكيوبيك روت ل 64 هو ايه؟ لازم تجيب فاكتور 64 ده اللي هي 4 تايمز 4 تايمز 4. يبقى 4 باي 4 باي 4 يبقى 64. يبقى الكيوبيك روت لل 64 هي مين؟ هي ال 4. فهتلاقيه بدأ ب 1 وبعدين 8 وبعدين 27 وبعدين 64 وبعدين كيوبيك روت 125. هتلاقي الارقام كبيره بس الانسر صغيره، لان الرقم ريبيتد 3. فال 125 دي هي 5 تايمز 5 تايمز 5، يبقى الانسر 5. يبقى احنا دلوقتي عملنا كومبيرنج ما بين السكوير روت والكيوبيك روت. تمام؟ طيب تعالى كده. بيقول لي the square root of
perfect square. معنى كلمة perfect square اللي هو لازم يكون النمبر باي itself. يعني فور اكزامبل مثلا بيقول لي سكوير روت 36، يبقى فاكتور 36 هي 6 تايمز 6 فنكتب 6. تمام؟ طيب هنا بيقول لي النيجاتيف، وخلي بالك في فرق ما بين النيجاتيف بره الروت والنيجاتيف جوه الروت، وهنشوف الفرق دلوقتي. طب هنا النيجاتيف لما يكون بره الروت هنكتبه تاني زي ما هو، ونروح نعمل سوليوشن للفراكشن دي. الفراكشن دي انت تقدر توزع روت، يعني تقدر تخليها كده سكوير روت 16 اوفر سكوير روت 25، هتبقى نيجاتيف سكوير روت 16 4 لان 4 باي 4 16، سكوير روت 25 5. تمام. طيب هنا يعني ايه دي، ودي مهمه جدا. هنا يعني انا ليا تو انسر، تو ريزلت، بوزيتيف ونيجاتيف. مش احنا قلنا ان السكوير روت ده لازم يكون نمبر باي اكسل، يعني 2 تايمز 2 ايكوال 4. فلما اجي اقول لك سكوير روت 4، سكوير روت 4 تطلع الانسر 2. طيب ايه تاني، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال برضه 4. خلاص، يعني معنى كده ان السكوير روت ليه تو انسر، لا اما بوزيتيف لا اما نيجاتيف. فعشان كده هو حاططها لي بره، فيبقى الانسر بوزيتيف نيجاتيف. طيب سكوير روت 0.25، ال 0.25 لو انت يوزنج كالكوليتر هتطلع لك 0.5. طيب لو زود كالكوليتر هتبقى بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت. تعالى بقى نحول الديسيمال دي لفراكشن. هنكتب 25 وفي 2 digits after decimal يبقى اوفر 100، يبقى بوزيتيف نيجاتيف. هجيب سكوير روت 25 لوحدها تطلع 5. سكوير روت ال 100، ايه فاكتور ال 100 10 باي 10 يبقى 10. فطلعت بوزيتيف نيجاتيف 5 اوفر 10 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف 0.5. تمام. طيب تعالى نشوف اللي بعده. اكزامبل نمبر 4 بيقول لي 2 سكوير روتس. 2 سكوير روتس يعني ايه 2 سكوير روتس؟ يعني بوزيتيف ونيجاتيف. خلاص، لمين بقى؟ لل 49. يبقى انا على طول هجيب روت ال 49 فتطلع 7، يبقى اكتب 7 ونيجاتيف 7. طب تعالى اللي بقى بيقول لي the positive square root of the number 9 over 64. بوزيتيف، هو عايز البوزيتيف مش عايز 2 سكوير روت، يبقى انا على طول هجيب روت ال 9 over 64. روت ال 9 3. طب روت 64 8. ليه 9 اللي هي 3 باي 3، 64 اللي هي 8 باي 8. بيقول لي النيجاتيف سكوير روت اوف ذا نمبر 36، انا هجيب روت 36 تطلع 6 واخليه نيجاتيف. تمام يا شباب؟ طيب نيجي في النوتس هنا بيقول لي سكوير روت 0. ما بكتب الزيرو 0 باي 0 يبقى لازم يكون ايه؟ 0. الريمارك دي بقى مهمه جدا، بس تعالى قبل ما نقراها تعالى ناخد عليها اكزامبل. اوكي، تعالى فاكر الاكزامبل بتاع سكوير روت 4؟ سكوير روت 4 2. طب لو هي سكوير روت نيجاتيف 4، خلي بالك بقى ان انا لازم اجيب الفاكتور اوف نيجاتيف 4 اللي هو نمبر باي اتسلف، زي ايه؟ 2 باي 2، بس لازم واحد فيهم يكون نيجاتيف، فانا اخلي ده نيجاتيف 2. فكده بقوا لايك، ما هو لازم يكونوا سيم ايه؟ سيم فاكتور. بقوا ديفرنت فاكتورز، هتكتب النيجاتيف 2 ولا تكتب ال 2؟ عشان كده قال لك ان لما يكون النيجاتيف جوه الروت فبتبقى meaningless، يعني نو مينينج، ملهاش اجابه. فانا ودي حته خطيره جدا في السكوير روت لو النيجاتيف جوه الروت. تمام؟ طيب انما لو جات لك كده، ركز في الفرق. خلاص، نيجاتيف 4 باور 2. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ان هنا دي كانت نيجاتيف 4 بس، انما دي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 تو ذا باور اوف 2. فالباور عندك هنا الباور ايفن، فالباور ايفن بيعمل ايه في النيجاتيف؟ بيكنسل النيجاتيف. اوكي، فبقت سكوير روت 4 باور 2. واحنا قلنا في اول السيشن ان الروت ده او السامبل ده اصلا الباور اللي بره 2، فاقدر اكنسل الباور بتاع الفور مع الروت فتطلع الاجابه 4. طب طريقه ثانيه، سكوير روت 4 باور 2. ما هي 4 باور 2 دي يعني 4 باي 4، فتبقى سكوير روت 16 وفاكتور 16 4 باي 4 فتطلع برضه 4. تمام؟ طيب، تعالى هنا بيقول لي express each of the following in its simplest form. هنا بقول positive or negative square root 2 7 over 9. لازم الاول نبدا بالميكسد نمبر وبعدين نجيب الروت. فانا عايز احول الميكسد نمبر ده improper fraction. كنا بنعمله ازاي؟ بنعمل هو النمبر ملتبلاي denominator والبرودكت بلس نومينيتور. اوكي، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت زي ما احنا. 2 multiply 9 equal 18 plus 7 equal 25.
اوفر 9. يبقى دي اول ستيب. طب وبعد كده بوزيتيف نيجاتيف وكمل معايا. سكوير روت 25 5. طب سكوير روت 9 ممتاز 3. هتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 5 اوفر 3. يبقى لو جت لي ميكسد لازم اخليها امبروبر وبعدين الروت في الاخر. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي اكزامبل نمبر 2 سكوير روت. خلي بالك ان ده كان نفس الاكزامبل بتاع ايه نيجاتيف 4 تو ذا باور اوف 2. فادام الباور ايفن يكنسل ايه النيجاتيف على طول. هنا نفس الكلام برضه. بيقول لي نيجاتيف 2 اوفر 7 تو ذا باور اوف 2. ادام الباور ايفن تشيل النيجاتيف. اتفقنا؟ دي اول ستيب. طب تاني ستيب اتفقنا ان السامبل ده الباور بتاعه من بره كام؟ 2. فانا اقدر اعمل سمبل سبورت اكنسل الباور بتاع 2 اوفر 7 مع الروت فتطلع الاجابه 2 اوفر 7. ده حل. طب الحل التاني اللي هي سكوير روت. تمام 2 اوفر 7 باور 2. يعني انا بوزع الباور تبقى 2 باور 2 اوفر 7 باور 2. تمام. طيب 2 باور 2 كام 4. طب 7 باور 2 كام 49. هترجع بقى تجيب سكوير روت ال 4 2 سكوير روت ال 7 ال 49 7 فتطلع الاجابه 2 اوفر 7 وهنا 2 اوفر 7. طيب تعالى بقى نتكلم عن الليترز والليترز دي مهمه جدا. طيب لما اجي اقول لك اكس ملتبلاي اكس ايكوال كام؟ ايكوال اكس باور 2. طب ليه اكس باور 2؟ لان هنا دي باور 1 ودي باور 1 فبنعمل بلس الباور فتطلع اكس تو ذا باور اوف 2. طب لما اجي اقول لك بقى سكوير روت اكس تو ذا باور اوف 2. ادام ده باور 2 والروت ده باور 2 فكنسل الباور مع الروت تطلع الاجابه اكس. ده سوليوشن. او السوليوشن التاني اكس تو ذا باور اوف 2. هتجيب فيكتور اكس باور 2. ايه فيكتور اكس باور 2؟ اكس باي اكس. يبقى الاجابه اكس واحد. طيب لو جيت قلت لك سكوير روت اكس تو ذا باور اوف 4. عايزين نجيب الانسر بتاعت روت اكس تو ذا باور اوف 4. ما هي ايه فيكتور اكس تو ذا باور اوف 4؟ هتكون اكس باور 2 ملتبلاي اكس باور 2. طب ليه باور 2 باور 2؟ ما هو لازم يكونوا لاين. خلاص وبعدين لما هتعمل بلس الباور لازم يديك 4 هتبقى الانسر اكس باور 2. تمام. طيب لما اجي اقول لك سكوير روت واي باور 100 مثلا. ايه فيكتور الواي باور 100؟ تمام هتبقى واي ملتبلاي واي. طب بالنسبه للباور لازم لما اجي اعمل اديشن للباور ده والباور ده يدينا 100. وخلي بالك اللي هم لازم يكونوا سيم باور يعني دي باور 50 ودي باور ايه 50 عشان 50 بلس 50 ايكوال 100 يبقى دي واي باور ايه 50. اتفقنا يا شباب؟ تمام. تعالى نرجع للاكزامبل بتاعنا اللي هو ده. بيقول لي سكوير روت 9 اكس باور 4 اوفر 100 واي باور 2. تعالى نبدا بالنوميريك الاول. سكوير روت 9 3. طب سكوير روت اكس باور 4 قلنا اكس باور 4 دي اكس باور 2 ملتبلاي اكس باور 2 يدينا اكس باور 4 فهنكتب 1 اكس باور 2 بس. ديفايد سكوير روت ال 110. طب السكوير روت للواي باور 20. الواي باور 20 دي هي واي باور 10 ملتبلاي واي باور 10 يدينا واي باور 20 عشان 10 بلس 10 20 يبقى الانسر واي باور 10. نيجي هنا. لما نيجي هنا لازم نركز لما يكون عندي subtraction واديشن في الروتس لازم ابدا بالسبتراكشن والاديشن الاول. يعني في ناس اول ما تشوف المساله دي لو هي تحلها مانيوال هيقول لي سكوير روت الفوق سكوير روت 16 4 ممتاز بلس سكوير روت ال 9 3 ممتاز بقت 4 بلس 3 ايكوال 7. غلط على طول. ليه بقى؟ لان احنا لازم نبدا في الاوبريشن الاول لازم اعمل 16 بلس 9 وبعدين السم او التوتال اللي هيطلع هو ده اللي اجيب له الروتس. فتبقى سكوير روت زي ما احنا 16 بلس 9 ايكوال 25 فبقت 25 فبقى سكوير روت ال 25 ايكوال 5. هي دي الصح. انما اوعى تعمل تقسمها لكل واحد لوحده يعني ما تجيبش سكوير روت 16 لوحدها وسكوير روت 9 لوحدها وبعدين تعمل لهم اديشن. غلط. لازم تعمل اديشن وبعدين تجيب الروت او تعمل سبتراكشن وبعدين تجيب الروت. طيب ده بالنسبه للبلس والماينس. طب بالنسبه للمالتبلاي والديفايد عادي. يعني ايه عادي؟ يعني لو انت هنا المساله دي مالتبلاي اهو لو انت قسمت الروت اللي هي روت 4 مالتبلاي روت 25
تقدر توزع الروت براحتك على فكره. بقت روت ال 4 2 ملتبلاي روت ال 25 5، فبقت 2 باي 5 10. صح. طيب لو انت بدات بالاوبريشن، يعني عملت الملتبلاي الاول سبت الروت زي ما هو وعملت 4 باي 25 طلعت 100، روت ال 100 10. صح. يبقى الملتبلاي والديفايد عادي. فاهمة؟ تعالى هنا. ها، سكوير روت 36 a باور 6 اوفر 49. هنبدا بسكوير روت 36. سكوير روت 36 ممتاز 6. طب ال a باور 6، ال a باور 6 هي a تايمز a، ولازم الباور ده بلس الباور ده يدينا 6، ولازم يكونوا سيم باور اللي هي 3 و 3، عشان 3 بلس 3 تدينا 6، تبقى a باور 3 اوفر سكوير روت 49 يدينا 7، يبقى الانسر 6 a باور 3 اوفر 7. تمام يا شباب؟ طيب هندخل في جزء ال solving equation using square roots. تعالى الأول أفكرك بالإيكويشنز. لو أنا كنت جيت قلت لك x plus 2 equal to 6، دي ايكويشن أنا عايز الفاليو في x، فأنت على طول كنت بتبدأ بأديشن، بتجيب الأديتيف انفيرس لل 2 هتوديها في الرايت سايد نيجاتيف 2، فتطلع ال x equal 4. خلاص خلصت المسألة. تمام؟ طيب لو أنا خليتها لك بقى x باور 2 plus 2 equal 6، هتختلف في حاجه خالص. انا برضو هجيب الانفيرس لل2 اللي هي نيجاتيف 2، هيتبقى لي هنا x to the power of 2 equal 4. هنا بقى الاختلاف ان اللي فاتت طلعت معانا x equal 4 على طول وخلصنا المساله، انما دي x باور 2 انا محتاج x واحده بس. طب عشان تجيب x عندك مشكله في الباور، فقال لك ايه؟ قال لك ان الباور لو انت محتاج تشيل الباور تاخد الروت، يبقى الباور يتشال بالروت والروت يتشال بالباور. خلي بالك من الحته دي، الباور يتشال بالروت والروت يتشال بالباور. يعني انا هشيل باور 2 دي من اللي عند الاكس، فهكتب اكس ايكوال سكوير روت، يبقى انا شلت الباور قصاد الايه؟ السكوير روت لمين؟ للفور. تمام؟ بس خلي بالك بقى لما تكون الليترز باور 2 لازم تكتب بوزيتيف نيجاتيف، لازم تكتب بوزيتيف نيجاتيف. وبعدين سكوير روت الفور كام؟ 2، هتبقى بوزيتيف 2 ونيجاتيف 2، لان احنا قلنا ان فاكتور الفور هي 2 ملتبلاي 2 4، والنيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 برضه 4، يبقى عشان كده حطينا بوزيتيف اور نيجاتيف. تمام يا شباب؟ تمام. فلو جينا في الاكزامبل ده اللي هو x باور 2 equal 81، x to the power of 2 equal 81، ها محتاجين نشيل الباور، يبقى على طول ناخد الروت، يبقى ال x equal positive or negative square root 81. طبعا بوزيتيف ونيجاتيف دي ما بتكتبش على الكالكليتر، تكتبها مانيوال وبعدين تدخل روت 81 على الكالكليتر فتطلع الانسر 9. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى الباور يشيل الروت والروت يشيل الباور. طيب تعالى في الاكزامبل الثاني ده، بيقول لي سكوير روت اكس ايكوال ايه؟ زين اكس ايكوال كام؟ فهنا قال لك ان الاكس ايكوال ايه باور 2، جت منين بقى؟ ما انا عايز اجيب الفاليو في اكس. تعالى في الاكزامبل ده عشان نفهم اكتر. بيقول لي سكوير روت اكس ايكوال 3، زين اكس يبقى الاكس بكام؟ فانا عندي مشكله ان هنا دي سكوير روت اكس، فعشان تشيل الروت من على الاكس يبقى لازم تاخد باور 2 للتو سايد، يبقى هنا روت اكس باور 2 و3 باور 2. طيب الباور 2 للروت، فالباور بيروح مع الروت فيبقى لك اكس. طيب 3 باور 2 كام؟ 9، يبقى الاكس بكام؟ 9. يبقى الحته دي مهمه جدا، الباور يشيل الروت والروت يشيل الباور. فانا تعال نشوف example 3. بيقول لي find the value of x، عايزين نجيب ال x of each of the following. square root x plus 2 equal 4. احنا متفقين دايما في الايكويشنز بنبدا بالاديشن والسبتراكشن، فهنجيب الانفيرس لل 2، فهتبقى square root x equal 4 minus 2. جميل؟ تمام، يبقى square root x equal 2. هنرجع للدروب بتاع الروت، انا عايز اشيل روت من على الاكس يبقى في باور 2 هنا وباور 2 هنا، فالباور 2 يروح مع الروت فتبقى لي اكس اللي انا محتاجها و2 باور 2 فوق. نيجي في المساله الثانيه بيقول لي اكس باور 2 بلس 1 equals 17. هنبدا بالاديشن نوديه في رايت سايد سبتراكشن، يبقى اكس باور 2 equal 17 minus 1. اوكي، يبقى اكس باور 2 equal 216.
عشان نشيل الباور ناخد الايه الروت، يبقى الاكس ايكوال ما تنساش بوزيتيف نيجاتيف روت 16، يبقى بوزيتيف نيجاتيف وروت 16 يوزنج كالكوليتر ايكوال 4. تمام يا شباب. تعالى في الاكزامبل ده بيقول لي 2 ملتبلاي، خلي بالك، x باور 2 minus 4 equals 64. دايما بنبدا بالاديشن والسبتراكشن، هنجيب الاديتيف انفرس للنيجاتيف 4 اللي هي هتبقى 2x باور 2 equal 46 plus 4، تبقى 2x باور 2 equal 50. بعد كده هبدا بالروت بالباور، يعني اشيل الباور واحط روت، ولا بالملتبلاي؟ لا طبعا بالملتبلاي، انا هحوله لديفايد. يبقى لي هنا x باور 2 equal 50 divided by 2 equal 25. نرجع للباور، عشان تشيل باور تاخد الروت، بس بوزيتيف نيجاتيف روت 25، يبقى بوزيتيف نيجاتيف ايه 5. تمام يا شباب. تعالى في اخر مساله معانا وهي اسمها ابلكيشن. يعني ايه ابلكيشن؟ يعني ستوري. طيب قبل ما نبدا في الستوري تعالى نشوف الريماركس دي مهمه جدا. الريماركس دي كانت بتتكلم عن الكيوب. الكيوب اللي هو 6 فيسز و12 ايدجز، وال6 فيسز سكوير والايدجز ار ايكوال. فانا لو محتاج اجيب اريا 1 فيس في الكيوب كانت اس باور 2 اللي هي اس باي اس عشان هو سكوير اصلا. طيب اللاترال اريا بجيب 4 فيسز بس، يعني 4 ملتبلاي اريا 1 فيس اللي هي 4 باي اس باور 2. طب التوتال سيرفيس اريا يبقى الاريا كلها اللي هي 6 فيسز ملتبلاي اريا 1 فيس اللي هي اس باور 2. طيب الفوليوم اس باور 3، يعني ايه اس باور 3؟ يعني اس تايمز اس تايمز اس اللي هو 3 سايدز يعني. طيب تعالى نرجع للمسألة. بيقول لي كيوب has total surface area 150 سكوير سنتيمتر. calculate the volume. هو مديني التوتال اريا ومحتاج يجيب الفوليوم اللي هو اس باور 3. فانت محتاج تجيب السايد، وعشان نجيب السايد لازم نستخدم اللي هو مديهولي. هو بقول لك توتال اريا، طب ايه القانون بتاع التوتال اريا؟ احنا لسه قايلينه هنا اهو 6 اس باور 2، يبقى 6 تايمز اس باور 2. تمام. طيب ايه الجيفن في المساله؟ توتال اريا، يبقى نشيل التوتال اريا ونكتب مكانها 150 equal 6 times s to the power of 2. بقت ايكويشن. تمام. حول الملتبلاي اللي هي ال 6 وديها ديفايد. اوكي، بس خلي الاس باور 2 في الليفت عشان انت متعود عليه. فتبقى 150 divided 6، وهتطلع اس باور 2 equal 25. هتشيل الباور تحط ايه؟ تحط الروت، يبقى اس ايكوال، هتقول لي بوزيتيف نيجاتيف، ممتاز. بوزيتيف نيجاتيف 25 ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 5. يبقى انت عندك كام انسر؟ 2 انسر، لا اما السايد ب 5 لا اما السايد بنيجاتيف 5. بس خلي بالك بقى السايد اللي نيجاتيف 5 ده ريفيوز. يعني ايه ريفيوز؟ يعني مرفوض، لان مفيش لينس بالنيجاتيف. بس انا كنت لازم احط بوزيتيف نيجاتيف عشان انا عمال اكد عليه ان لما يجي لك الباور للليترز لازم تحط بوزيتيف نيجاتيف. بس لما تحطها وتطلع الانسر، ادام احنا بنتكلم عن لينس لازم تعرفوا ان هي ايه؟ ان انت شاطر وقلت له النيجاتيف ده مرفوض. تمام. طيب يبقى انا كده جبت السايد ب 5. يبقى الفوليوم اس باور 2، يبقى الفوليوم سوري 3، يبقى الفوليوم ايكوال 5 to the power of 3 اللي هي 125، واليونت بتاعتي كانت سنتيمتر، يبقى سنتيمتر كيوب. تمام يا شباب. طيب احنا كده خلصنا السكوير روت. هستناكم ان شاء الله في السيشن بتاع الكيوب كروز. ذاكر كويس، ولو احتجت اي حاجه ابعت لي في الكومنتس، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.